نقل الشعب المزاريطي. بس ما تفرحش قوي يا كبير كده، دي الجوله لسه في اولها. عايزك تطمن يا باشا وتحط في بطنك شادر بطيخ صيفي مرمل. البلد كلها ماشيه بالمسطره. يا كبير يا كبير، يا اخي في ايه؟ سيبنا مع بوزو كده من الفجر وقاعد يلفتنا لما ملاحي دراعي. ايه اللي جابك هنا يا جرشهم؟ ايه ده؟ مين جرشهم ده؟ انا زيزو يا اخي، انت نسيتني ولا ايه؟ على اذنك دقيقه واحده. اتفضل. بقول لك ايه، هو دلوقتي وتشوفك بالليل ولا في اي وقت تاني. يا اخي ما انا لو مشيت ما اعرفش حد هنا، ممكن اتوه والله. هو في حاجه يا كبير؟ لا بيستشيرني يعني في بعض الاشياء الاداريه المأرجنه. مأرجنه يعني ايه؟ جايه من اردن. عاجله. طب مش هتعرفنا يا كبير بالاستاذ؟ واضح انه مش من اهل البلد. دي الاستاذ. لا عنك انت يا كبير. ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. انا مستر عبد العزيز، واحد من اتفه كبار رجال الاعمال في مصر، وعمري 96 سنه، وهوايتي جمع الطوابع. حلو كده ولا ايه؟ اهلا بيك يا عبد العزيز. اهلا يا فندم. ده فعلا شيء جميل، احييك عليه يا كبير. الافكار دي هايله. البلد فعلا محتاجه الطاقات دي، رجال اعمال يستثمروا اموالهم في القرى والنجوع ويعملوا مشروعات بدل ما يروحوا يعملوها في القاهره. مش كده ولا ايه يا عبد العزيز بيه؟ هو حضرتك كلامك مظبوط جدا يا اخي، لان احنا جايين نبتز الكبير ونمتص طاقاته. واد نكته. يلا يا باشا يلا. ايه ده؟ هو عبد العزيز بيه مش هيجي معانا الجوله ولا ايه؟ لا مش جاي معانا. انت مش هتجي معانا انت. هو في ايه يا كبير؟ حبوظ الخطه بتاعتك يا باشا. انت جاي تطب على الناس على سهوه، هنبقى مجموعه هيفقسونا. والله انت عندك حق، بس هتبقى فرصه برضه نتعرف على الافكار الحلوه اللي عند عبد العزيز بيه، يمكن تطلع منها فكره حلوه كده ولا كده ونعممها على باقي القرى والنجوع. ولا ايه يا عبد العزيز بيه؟ يمكن. مش عارف، في حاجه في دقني؟ في حاجه في كتفك. قدامي. اتفضل يا حضرة المحافظ. اتفضل.